في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل البوابه اللي ظاهره قدامك دلوقتي. اول حاجه هتعمل مشهد جديد من نوع 3D سين وتسميها بورتال. بعد كده ضيف مش انستنت 3D ومن عند المش اختار كويد مش. بعدها انزل على الجيومتري واعمل نيو شيدر ماتيريال، تضغط عليه. دلوقتي حمل ملف الشيدر اللي في الوصف، بعدها اسحبه عند الشيدر. دلوقتي انزل على الشيدر اديتور وتعالى افهمك الشيدر ده بيشتغل ازاي. اول حاجه عندنا التايم، النود قيمتها بتزيد طول ما اللعبه شغاله واحنا بنستخدمها عشان نعمل حركه للبوابه بدل ما تفضل ثابته. بعدها عندنا الفيكتور او بي الاول، هنا بنضيف قيمه التايم على اليو في، فاحداثيات الخامه بتتغير كل فريم وده اول سبب يخلي التاثير يتحرك. بعد كده عندنا اليو في بولار كورد، العقده دي بتحول احداثيات اليو في من الشكل العادي للشكل الدائري وده اللي بيخلي التاثير يلف حوالين نص البوابه بدل ما يتحرك في خطوط مستقيمه. بعدها عندنا اليو في فانك، وهنا احنا مستخدمين بانينج، وظيفته انه يحرك اليو في باستمرار وتقدر تتحكم في سرعه الحركه من قيمه السكيل. بعد كده عندنا التكتشر 2 دي الاول، العقده دي بتقرا الخامه باستخدام اليو في اللي اتحركت، فتبدا الخامه نفسها تتحرك وتدي شكل الطاقه اللي شايفه. بعدها عندنا الكالر بارامتر وده اللون الاساسي للبوابه، يعني لو غيرته لاي لون البوابه كلها تتلون بنفس اللون. بعد كده عندنا الفلوت بارامتر وده بيتحكم في قوه الاضاءه او الجلو، كل ما تزود القيمه البوابه هتبقى منوره اكتر. بعد كده عندنا الفيكتور او بي الثاني، العقده دي بتضرب اللون في قيمه الجلو فبتحدد شده اللون والاضاءه. وبعدها عندنا الفيكتور او بي الثالث، هنا بنضرب اللون اللي طلع مع الخامه المتحركه علشان نجمع بين اللون والتفاصيل المتحركه في نتيجه واحده. واخيرا عندنا التكتشر 2 دي الثاني وده عباره عن دايه بسيطه بنستخدمها كماسك عشان نحدد شكل البوابه ونخليها تظهر بشكل دائري نظيف. وفي الاخر كل النتيجه دي بتروح للاوتبوت عشان تطلع لك الشكل اللي انت شايفه دلوقتي. زي ما انتم شايفين البوابه دلوقتي لونها اسود، فعشان نخليها ليها لون هنروح عند الشيدر بارامتر وعند الجلو هتخليه 7 واللون هتخليه ازرق او اللون اللي انت عايزه. وبعد ما تحدد اللون اللي انت عايزه تضغط كنترول اس وتحفظه في ملف السينز. دلوقتي تعالى نعمل التأثير اللي حوالين البوابة. اول حاجة هتضيف جي بي يو بارتكل 3 دي وتسميه بارتكلز، تضغط كنترول اس، تروح عند البروسيس ماتيريال وتعمل نيو بارتكل بروسيس ماتيريال، وعند الدرو باسز عند الباس 1 تختار ريبون تريل مش، تضغط عليه وعند السايز تخليه 0.2، تنزل تحت عند الجيومتري تعمل نيو ستاندرد ماتيريال 3 دي، تضغط عليه وعند اول خيار تخلي البلند مود اد والكول مود disabled، وعند الشيدنج تخلي الشيدنج مود unshaded، تنزل تحت عند الترانسفورم وتفعل خيار يوز بارتكل تريلز، تطلع فوق عند التريلز تفعله تخلي اللايف تايم 0.5، تروح عند البروسيس ماتيريال عند السبون عند البوزيشن وتخلي الاميشن شيب رينج، تخلي اول خيار 0 والتاني 1.1 والتالت 1.1، تروح عند الخيار ده عند الجرافيتي تخليها 0، وعند الانيميتد فيلوسيتي عند الاوربت فيلوسيتي تخليه 0.2، وعند الفيلوسيتي كيرف تخليه كيرف اكس واي زد تكتشر، تضغط عليه وتخلي الكيرف اكس وواي 0، وعند الراديال فيلوسيتي تخلي اول واحده 0.1 والتانيه 0.2، تضغط كنترول اس، تطلع فوق عند الاماونت تخليها 150، تنزل تحت عند الالبيدو تخلي لونها مثلا لبني او ازرق كده، تروح وتحط التكتشر دي، تضغط كنترول اس، تنزل تحت وتخلي السكيل 0.43 كده. تعالى دلوقتي نخلي البوابه تتفاعل مع اللاعب، تروح وتجيب اريا 3 دي وتسميها اريا وتروح وتجيب لها كوليجن شيب 3 دي، تضغط كنترول اس، تروح عند الشيب وتخليه بوكس شيب وتظبطه على قد البوابه بالظبط كده. عشان تشوفه ممكن تخليه مثلا باللون الاسود عشان يكون واضح معاك، تضغط كنترول اس، تروح عند البورتال وتعمل لها سكريبت جديد تحفظه في ملف السكريبتس، تمسح كل ده، تروح عند الاريا عند السيجنالز وتعمل بادي انترد وتكتب اف بادي دوت از اندرسكور ان جروب، وفي الخانه دي لازم تكتب اسم الجروب اللي انت حاطه للاعب. انا عن نفسي هكتب بلاير، تحط النقطتين وتنزل وتكتب get underscore tree dot change scene to file وتخليه على الورلد 2، تضغط كنترول اس، تروح عند الورلد عند العلامه دي وتجيب البورتال تحسها صغيره شويه، ترجع عند الترانسفورم تخليها مثلا السكيل 2، تضغط كنترول اس، هنا تمسحها ترجع تحطها تاني، تضغط كنترول اس، تبدا تحطها في المكان اللي انت عايزه،
ضغط كنترول اس، نروح نجرب زي ما انت شايف البوابة قدامنا ايه. خش تلاقيك مرة واحدة انتقلت. وبكده نكون خلصنا. لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك وبس. سلام.